السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. حبايبي يا رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة، والنهاردة تاني يوم في قناتنا الجديدة. طبعا والله رفعت من روحي المعنوية يا رجالة. حبايبي الناس طبعا اللي اشتركت معايا الاوائل دي ناس على دماغي كلها. بنرد على التعليقات تعليق. مبسوط جدا 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 بالناس اللي دخلت معايا والناس اللي استجابت وجت عندي على اليوتيوب. مبسوط جدا بالناس اللي اتفرجت على الحلقه والحلقه عجبتها. فيعني حبايبي وان شاء الله مستمرين معاكم. علشان كده انا كنت قلت لك انا بس محتاج دعم، يعني محتاج زقه. عارف انت اللي هو ايه، اديني انت بس زقه وانا افرجك. تمام حبايبي يا رجاله، صباح الفل. النهارده حلقه جديده بتتكلم عن الكلفة والتغذية ونظام الأكل عند الحمام. وليد، بنسمع عن طرق كتير، بنشوف أنظمة كتير للأكل عند الحمام. تمام، احنا عايزين نعرف من خلال تجربتك انت بتأكل الحمام ازاي يا عم وليد، وايه اللي انت بتعمله مع الحمام بيخلي عندك الحمام صحته كويسة. وهل مثلا أكل يا وليد طول اليوم واسيب الأكل قدام الحمام، ولا ألم الكلفة بعد ساعة، ولا ايه رايك ااكل مثلا مرتين في اليوم يا وليد؟ طيب لو انا اكلت 3 مرات في اليوم هل ده يبقى افضل؟ طب انا لو سبت الاكل طول النهار قدام الحمام هل ده يبقى كويس؟ طيب انا لو اكلت مثلا بالليل احسن، عشان في الطراوه بقى، احنا بما اننا في نص شهر 7 ولا كده والجو حر جدا، هل مثلا يا عم وليد لو انا اكلت بالليل كده الساعه 10 11 كده هو ده يبقى احسن لي كده للحمام والحمام يبقى صحته كويسه، ولا ده برضه مش صح؟ احنا عايزين نعرف تجربتك. طيب انا النهارده يا رجاله في الحلقه ديت هقول لك على تجربتي كامله في الاكل، نظام الاكل اللي انا باكل بيه الحمام، وباكل بالليل ولا الصبح، وبقشط من قدام الحمام ولا بسيب الكلفه. وهقول لك كمان على كلمه بقشط يعني ايه، يعني كلمه نفسها بقشط الكلفه يعني ايه. وليد، طب المعلومات دي ممكن تكون بالنسبه لي قديمه. لا، انا دايما يا رجاله في تطور، يعني دايما بقول لك على حاجات زياده في الحلقه، تركايه كده للحريف او للقديم في الغيه او اللي بيربي بقاله زمان في الغيه. طيب تعالى كده نحط كده قاعده اساسيه كده قدامنا الاول، وبعد كده نمشي عليها بقيه الحلقه، وهي ان فرد الحمام ده لازم يشتاق للكلفه. ما بقولش يجوع عشان كلمه يجوع صعبه شويه. فرد الحمام لازم يشتاق للكلفه. طب يشتاق للكلفه يعني ايه؟ سميها يجوع، سميها يستنى الاكل، سميها يبقى حاسس باحساس الجوع شويه الى حد ما، سميها زي ما تسميها. بس فرد الحمام عموما لازم يشتاق للكلفه او يستنى ميعاد الكلفه. طيب يشتاق للكلفه او يستنى ميعاد الكلفه، يبقى بناكل يا شباب مره واحده في اليوم، اساسي مفيش فيها كلام. شوف انا وانا واقف معاك كده بعمل الحلقه، وده دايما الرجاله الغاوي يبقى كده، لازم عندنا ذكر صافي ده عينه طايره بعينه وعين. بصوا يا شباب اهو، الفرد ده عينه اصلا طايره اهو، ملوش الا عين واحده. لقيت ريشه كده لازم اقوم منضفها له اهو يا رجاله. على فكره الدكر ده اللي احنا شغالين بيه والله، يعني ده العده اللي احنا شغالين بيه او بنفرق بيه، وان شاء الله بنفرق حمام كويس ربنا يبارك. تمام، الفرد ده بصحته وريشه وشكله كده بيكلف مره واحده في اليوم. بيكلف يعني بياكل مره واحده في اليوم. والميه يا عم وليد، لا الميه دي يا رجاله اساسي قدام الحمام 24 ساعه. طيب نظامي وتجربتي، جربت ان انا اكل مرتين في اليوم، جربت ان انا اكل 3 مرات في اليوم، جربت ان انا اكل بالليل علشان الجو يبقى كويس. ومن خلال بقى السنين اللي فاتت بدات اكتشف حاجات غريبه جدا من خلال تجربتي بقى رجاله مع الحمام. اول حاجه مثلا تعالى اللي يتاكل بالليل، لما وقفت كده وبصيت للسما رجاله انا ما شفتش فرد حمام طاير بالليل بيدور على اكله. والنقطه دي يا شباب مهمه جدا 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 للي عايز ينجح في تربيه الحمام. يعني هل مثلا انت عمرك جيت بالليل لقيت فرد حمام طاير بيدور على كلفته؟ تقول لا يا عم وليد طبعا مش الكلام ده. الحمام اللي بيدور على الكلفه بتاعته تلاقي بعد الفجر كده الحمام طاير بيدور على الكلفه زي العصافير، زي اي حاجه ربنا خالقها بتطير. تمام، يبقى انا دلوقتي لو انا اكلت مثلا وليكن الساعه 10 بالليل، هل تاكيلي
الساعه 10 بالليل او 11 بالليل بحجه ان انا عايز مثلا الحمام ياكل مني في الطراوه، هل دي فكر صحيح؟ لا طبعا. ليه؟ انا بحاول، شوف بقول لك ايه، بحاول، ما اقدرش اعمل كده طبعا. بحاول اوفر لفرد الحمام اللي انا حبسته في باب بالشكل ده كده، بحاول اوفر له بيئه طبيعيه، بحاول ايه اوفر له بيئه طبيعيه، من اكل لشرب المكان لاضاءه لكل حاجه. الله، معنى كده يا وليد ان انت ما تسيبش النور ولع يا باشا، النور بيطفي، اللمبه دي بتطفي مع نور ربنا، الموضوع خلص بالنسبه للحمام. الحمام ده صاحي من الفجر، مش صاحي زيك الساعه 10 و11 و12. الحمام ده ايه، صاحي من الفجر مع شاشة نور ربنا، فالمفروض برضه صحى مع شاشة نور ربنا ياكل بالنهار. يعني انا اقصى ميعاد اكل فيه الحمام ده لو اتاخرت قوي عليه لا يمكن يعدي الظهر، لا يمكن. انا بكلمك دلوقتي والساعه 1، الحمام ده كل وشرب ومزاجه على العال والزغلله اتزقت وكله تمام. اللي انت بتعمله ايه ده يا وليد دلوقتي؟ اللي انا بعمله دلوقتي يا رجاله حاجه اسمها تقشيط الكلفه او لم الكلفه من قدام فرد الحمام. بصوا كده معايا، ده طبعا جردل الكلفه، المكلف اهوت، بنزل الكلفه من المكلف بفضيه كويس، برجع المكلف مكانه تاني، مش على وشه، برجعه على وشه مش على ظهره علشان ما يتوسخش اهو. جيب طبعا من قدام اي فرد حمام. طب يا وليد انا عندي جوز عندهم زغاليل، لم الكلفه. عندي جوز تحتهم حصى، لم الكلفه. عندي جوز تحتهم زغلولين لبن، لم الكلفه برضه من عندهم. الله، يعني معنى كلامك ان اي فرد حمام قدام بلم عليه الكلفه؟ حتى لو بايض معاه زغاليل، معاه كعام كبير، معاه اي حاجه، لازم يتلم الكلفه من قدامه. دي قاعده اساسيه. ارجع بقى لاول فيديو لما قلت لك ان فرد الحمام لازم يشتاق للكلفه. رجاله لازم ايه؟ يشتاق للكلفه. تمام؟ لو انا خدت بالي من النقطه ديت هرتاح نفسيا. يبقى تعالى كده، تعالى نلم الدنيا كده. فرد الحمام انسب طريقه او صح طريقه، بيكلف مره واحده في اليوم، بيكلف ساعه او ساعتين وبلم الكلفه من قدامه. مش مرتاح ان هو يكلف مره واحده في اليوم ومش عاجبك الطريقه ومش مرتاح لها، هنكلف مرتين بس بشرط يكون في فرق 8 ساعات بين المرتين. يعني اكلف الصبح بدري قوي وعادي 8 ساعات وبعد كده اقوم كالف تاني مره، ده لو في حاله مش عاجبك اول طريقه اللي انا بقول لك عليها. ولو ان الطريقه ديت يا رجاله لف بقى ودوران وجربنا كل حاجه، اكل بالليل واكل الصبح واكل الظهر واكل مرتين واكل ثلاثه، انجح طريقه انك تاكل مره واحده. انا دلوقتي اذان الظهر يا رجاله الحمام اتلم من قدامه الكلفه نهائي، ما عادش خلاص فرد حمام ياكل حبايه ظهر. ومقابل كده انا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، معلش يا عم الحاج انا عارف ان انا برخم عليك، معلش انا عارف ان انا برخم عليك. ده ذكر مثلا، اذكروا لي تذكره يا شباب، حمامه من حمام النش بتاعنا. تمام؟ لما اجي مثلا اكلفه كده، ما انا اكلفه بقالي مثلا ساعه ونص ولا ساعتين، هو قالي ايه ما شاء الله، صمته مليانه واكل، ريشه مساوي، شكله مهندم زي الفل تمام، بيكلف مره واحده، بيكلف مره واحده. يعني الموضوع يا وليد ملوش علاقه بكتر الكلفه، الموضوع ملوش علاقه بكتر الكلفه ولا طول مده الكلفه. تعالى بقى لاخر نقطه هكلمك عنها، او نقول بلاش اخر نقطه، نقول اخر نقطتين. انا اسف الحلقه دي لو طولت، بس الحلقه دي مهمه بيتوقف عليها حاجات كتير. لو انت مش ماشي بالطريقه اللي بقول لك عليها ديت هتمشي عليها، بس هتقعد اسبوع لحد ما الحمام يتعود على النظام الجديد. فرد الحمام بياكل قد ايه؟ بياكل، بصوا يا رجاله اهو، ده كده فرد حمام شبعان، ده كده ايه؟ فرد حمام شبعان اهو، كبش ماشي، كبشه ثانيه فرد حمام شبعان، دول لو فردين. طيب لو معاهم زغاليل يبقى ده كبشه لكل فرد، وكمان كبشه للزغلولين او كبشتين للزغلولين. كده بكلمك على حمام يشبع. طب خلصنا من الجزئيه دي. خطوره ده تاكيل الحمام بالليل، حضرتك بتاكل وبتطفي النور. تمام؟ الحمام ده انت صحيته، انت قلقته، هو ده بينام يا عم. هو اللي احنا ما نعرفش عن الحمام ان الحمام ده بينام. الحمام بينام يعني محتاج ان النور يطفي. تيجي تطلع تاني يوم الصبح تلاقي الحمام واقف كده هلكان مرهق مش قادر، كل وقف مكانه ما اتحركش. يعني انا دلوقتي شلت الكلفه من قدام الحمام، من دلوقتي لحد الدنيا ما تضلم الحمام ده عمال يتحرك في الباب بيهضم. الحمام ده ايه؟ بيهضم. عندك مكان تشبيب، الله عليك، شبب يا عم الحمام كمان بقى اللي انت لسه هتدخله الموسم الجديد وتتفرج على الدلع كله. اظن انا كده لميت لك كل النقط اللي في الكلفه. اخر نقطه ممكن اقول لك عليها، بتاكل حمامك ايه يا عم وليد؟ باكل حمامي كل حاجه ما عدا العلف. باكله ذره صفرا، باكله بسله، باكله فول، باكله ذره عويجه، باكله غله، باكله كل حاجه
اقدر اجيبها له ما عدا العلف علشان يبقى في جسمه العناصر المتوازنه كلها، او في جسمه كل المكونات اللي انا حرمته منها لما جبته حبسته. كان طاير في الدنيا بياكل ويشرب ويروق عن نفسه. حبايبي يا رجاله، يعني صباح الفل، يا رب الحلقه تكون عجبتك عن التغذيه ونظام الاكل في الحمام، او النظام الصح يا وليد اللي انت اكتشفته بعد سنين السنين. تمام. وانصح حاجه وانسب حاجه تقدر تنصحنا بيها في جزئيه التغذيه والاكل للحمام. حبايبي يا رجاله صباح الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احمد